الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أيها الإخوة الأحباب، نكمل مع الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقفنا عندما التحق سلمان الفارسي بنصيبين، لحق بالرجل الذي بنصيبين، فلما غيب الرجل في لحده يقول سلمان: لحقت بصاحب نصيبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عنده فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير، والله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال: أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية هو فلان، فالحق به. فلحقت به وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت عند رجل كان والله على هدي أصحابه، وقد اكتسبت وأنا عنده بقرات وغنيمة. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله. فلما حضرته الوفاة قلت له: إنك تعلم من أمري ما تعلم، فإلى ما توصي بي وما تأمرني أن أفعل؟ فقال: يا بني، والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، ولكنه قد أضل، أي قد أطل ودنا وقرب زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم، ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين وله علامات. بين حرتين أي بين حجرين، وأرض ذات حجارة منقورة وله علامات لا تخفى. فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل. ثم وافاه الأجل. مكثت بعده بعمورية زمنا إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم: إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي. فقالوا: نعم نحملك. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى، هذه القرية الوادي واد بين المدينة والشام، وهو أقرب إلى المدينة. قال: غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود، فالتحقت بخدمته. ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة، فاشتراني منه ونقلني معه إلى يثرب. فرأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية، وعرفت المدينة بالوصف الذي نعقها ووصفها به، فأقمت بها معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يدعو قومه في مكة، لكنني لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق. ثم ما لبث أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. والله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له وقالوا له: قاتل الله بني قيلة. قاتل الله بني قيلة يعني بنو الأوس والخزرج، والله إنهم الآن لا يجتمعون بقباء. هذا القباء اسم بئر قرب المدينة، على رجل يجتمعون على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي. فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي. بدرت إلى النزول عن النخلة وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت فيه من عملك. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم قربته إليه فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت وأخذت أجمع بعض التمر. فلما تحول الرسول صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة جئت فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. فقلت في نفسي: هذه الثانية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، أي هذه المقبرة التي كان حيث كان يواري أحد أصحابه، فرأيته جالسا وعليه شملتان، عليه شملتان أي الكساء الغليظ ويحتمل به ويتلحف به، عليه هاتين الشملتان. فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمورية. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى ظهره عرف غرضي، فألقى رداءه عن ظهره
فنظرت فرأيت الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خبرك؟ وقصصت عليه قصتي فأعجب بها وسره أن يسمعها أصحابه مني، فسمعتهم إياها فعجبوا منها أشد العجب وسروا بها أعظم السرور. فسلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان، وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان، وسلام عليه يوم مات ويوم يبعث حيا. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، بارك الله.